اولا قبل ما نتكلم على الحاج عبد الواحد رحال اللي هو صديق واخ وصديق جميع المغاربه وصديق واخ جميع الرياضيين وبالاخص لي فوتبالور. فاولا كنشكرو على هاد لاكوي اللي دار لينا وهاد عطانا لي زانفراستركتور تاعو وعطانا الماتريال تاعو باش نخدمو اليز هنا في مركب ديال الحر ديال الرحال اللي هو مركب جميل ومركب اللي الانسان كيفتخر به. كنعرفوا رحال بانه كي انفيستي من جيبو كيساعد الناس الرياضيين والبراعم اللي هي ما عندهاش امكانيات، وشفنا عده مواهب اللي خرجت من المدرسه ديال الرحال وبدات كتلعب في الهو نيفو بلا ما نذكر الاسماء. ونقدر نقول واحد فيهم اللي كندخلوا اللي هو اشرف داري، يمكن اناحي، وكاين واحد اخر اللي كيلعب مشات لي الاسم تاعو اللي كيلعب بركان لهذا. فرحال بدا في الوداد كحارس وكان ملهوف بكرة القدم وملهوف بحراسة المرمى. مع كامل الأسف تلقى على واحد الإصابة اللي خلاته يبتعد على الممارسة وينشغل بالدراسة تاعو. والآن فهو كنشوفوه كي انفيستي لي فور تاعو وكله في خدمة كرة القدم، في خدمة البراعم الصغيرة ونادي ديال الرحال. فهو مفخرة كرة القدم الوطنية ومفخرة للناس ديال الدار البيضاء، السكنة ديال الدار البيضاء. ملي كنت في الإدارة التقنية وزرنا الكلوب ديال الرحال، فبكل صراحة فرحال ما عندوش هاد الأمور اللي هي عشوائية، عنده الأمور عنده واحد اورغانيزاسيون على مستوى. كذلك البراعم كيصرف على أطور مؤهلة بالكافأة ومن خيرة الأطور اللي عندنا في المغرب. يعني البراعم كلها في ايادي امنه، في تكوين عالي. والدليل على ذلك هما اللعابه اللي خرجوا من مدرسه الرحال وكيمارسوا في الهو نيفو. لهذا بالنسبه لي فالمدرسه ديال الرحال فهي نموذج يمكن له يقتدى به. انت شفتي اليوم بان اللاعبين ديال النيجير ومسؤولين ديال النيجير اللي معايا بقاو فاهيين في هذا المركب ديال الرحال اللي مكونوا انسان واحد بالامكانيات تاعو، بخلاف كنلقاو في النيجير اللي هي دوله بكلها ما عندهاش هذه الامكانيات هذه او هاد الاكاديميه اللي كاينه عند الرحال. لهذا فانا كنحيي رحال على المجهود اللي كيدير في خدمه كره القدم، وكنفتخروا بهذا الاكاديمي وهذا الكلوب ديال الرحال اللي هنا كاين في السكنه ديال الدار البيضاء.